تخيل حد يبعت لك رابط وقال لك ده عرض أو هدية. ضغطت عليه في ثواني وبعدها لقيت حسابك اتسرق. هل ده حقيقي؟ وهل فعلا ممكن حد يخترقك عن طريق رابط؟ في الفيديو ده فهمك الحياة الكاملة وازاي تحمي نفسك قبل ما تقع في الفخ. في ناس كتير فاكرة ان مجرد الضغط على الرابط اختراق مباشر، لكن الحقيقة مش كده اصلا. في طرق كتيرة بيستخدمها الهاكرز علشان يقدروا يخدعوك، ودي اللي هنفهمها النهاردة في الفيديو ده. يعني ايه الاختراق عن طريق رابط؟ الموضوع غالبا اسمه التصيد الالكتروني. يعني ايه؟ حد بيحاول يخليك انت بنفسك تديله معلوماتك اصلا. طيب ده كله بيحصل ازاي؟ اشهر الطرق اللي بتحصل صفحات مزيفة، تفتح رابط تلاقي صفحة شبه فيسبوك مثلا او جوجل، تدي لها معلوماتك اللي هو البريد الالكتروني او الباسورد، وخلاص كده معلوماتك راحت عليك او الصفحة اصلا بتاعتك اتسرقت. طيب ممكن كمان برضو الاختراق يكون عن طريق تحميل برنامج ملغم. اول ما تخش على الموقع ده تلاقي رابط جوه بيقول لك حمل برنامج مثلا كذا، فبتحمل البرنامج فانت برضو لبست تمام. روابط كتير شكلها مختصر، يعني مثلا موقع الفيسبوك مثلا ممكن يبقى اسمه فيسبوك دوت كوم تمام. ممكن تلاقي كاتب فيسبوك بس شايل حرف من فيسبوك او مغير حرف، بحيث ان انت تشوف الرابط اصلا الرسمي اسمه فيسبوك دوت كوم، هو يكتب حرف بحيث ان انت لما تشوف الرابط تلاقي ان الرابط هو نفس الفيسبوك بس هو اصلا مختلف تماما. في بقى حاجة تانية خالص وده الخداع النفسي. رسالة بتقول لك حسابك هيقف لازم تدخل بسرعة، يعني مثلا زي ما بتخش على موقع كده، طب يقول لك تليفونك هينفجر دلوقتي لو ما حملتش البرنامج اللي هينظف المساحة مش عارف ايه. الهبل ده كله برضو من ضمن الحاجات دي، ممكن تحمل البرنامج وده يبقى فيروس اصلا. وهنا بقى نيجي للنقطة المهمة، الحقيقة المهمة أو كسر الفكرة الغلط. وهنتكلم عن الرابط بقى شوية. وهنا بقى عزيزي المشاهد محتاج أقول لك كلمة مهمة جدا عن الرابط، إن مفيش رابط هيقدر يخترقك لوحده، والاختراق هيتم عن طريق 3 حاجات. طيب زي ما قلت لك هما 3 حاجات، وأول حاجة فيهم إن أنت ما ينفعش تدخل بياناتك. يعني إيه؟ يعني أي أبليكيشن أو أي موقع دخلت عليه في الدنيا هيطلب منك يوزر نيم وباسورد. أعرف الأول هو بيطلبهم ليه. يعني مثلا موقع دخل تسجل دخول علشان تستخدمه زي فيسبوك، فأنت بتسجل عشان عارف إن ده فيسبوك. إنما موقع تاني أنت مش واثق فيه أصلا هتدخل وتسجل فيه بجميلك وباسوردك ليه؟ ما تدخلش أي بيانات تخصك في أي موقع، لأن ده خطر وهيهددك أنت في الآخر مش إحنا. إن أنت ما تحملش أي حاجة في أي موقع دخلت، ما تحملش غير لو أنت عارف إن الموقع ده نفسه أنت واثق فيه. حد بيرفع معلومة مثلا وبيقول لك خد حملها من هنا، ممكن تحملها. إنما موقع دخل عليه فلقيت إعلان ظهر لك بيقول لك حمل مش عارف إيه، هو هتحمل أي حاجة أنت مش واثق فيها. وتالت حاجة ده بقى بيكون ثغرة في جهازك أو سبب منك أنت. يعني إيه؟ يعني ممكن الجهاز بتاعك نفسه بيبقى فيه ثغرة أو الويب سايت أو المتصفح فيه ثغرة، ساعتها حد بيقدر يعمل من خلال الهاك ده، وده بيبقى غصب عنك أصلا وعن الكل، يعني أنت مش هتعرف تعمل أي حاجة. الحاجة التانية بقى إن أنت بنفسك لو دخلت على الموقع ممكن يقول لك اديني صلاحية الموقع، صلاحية الكاميرا، صلاحية أي حاجة، فأنت تديله. طب ما أنا عايز أعرف الأول هو هياخد الصلاحية دي ليه؟ يعني أنا مثلا دخلت على موقع لوكيشن تحديد مواقع فهياخد صلاحية الموقع، دخلت على موقع مثلا هيرفع له صورة عشان ياخد الكاميرا كده، فساعتها بتقدر تعرف الصلاحيات عشان ما يضحكش عليك. المهم انا بقى ككيمو واجب عليا ان انا اقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، وطبعا انت ليك النصيحة في الاخر. تمام. يلا بينا على اول نصيحة. اول حاجة زي ما اتفقنا اتأكد من الرابط قبل ما تفتحه، هل هو رابط فيسبوك، رابط يوتيوب، رابط تليجرام. بتلاقي دايما الرابط مكتوب فيه مثلا كلمة تليجرام، كلمة يوتيوب مكتوبة بصيغة معينة. يعني مثلا خش على فيديو يوتيوب خد رابط نسخ واتأكد من الرابط، هتلاقي مكتوب يوتيوب مثلا دوت كوم وبعد كده رابط اليوتيوب. فانت اتأكد من صيغة الرابط او اتأكد من الرابط، هل الرابط ده كويس ولا لا. طيب تاني حاجة لازم نعملها واحنا بدل ما نخش على اللينكات ان احنا نبحث عن اللينك بنفسه. يعني انا قلت لك ان انا شفت لابتوب قدامي على الفيسبوك، رحت بعت لك اللينك قلت لك خش شوفه، لان انت كنت بتسألني على لابتوب. انت بدل ما تخش قول لي بعت لي اسم البيج، تاخد اسم البيج تبحث عنها على الفيسبوك هتخش جوه هتلاقي البيج. كذلك الامر مع اليوتيوب، لو حد قال لك على فيديو معين او اي حاجة انت تبحث بنفسك في جوجل مثلا، بس طبعا لو الشخص ده انت مش واثق فيه. ودي تاني حاجة. وتالت حاجة دي زيادة أمان ليك أنت، وهي التحقق بخطوتين أو الرمز الثنائي.
طبعا موجودة في واتساب، فيسبوك، جوجل، موجودة في انستجرام، موجودة في كل المواقع. تمام. مثلا عندك في واتساب موجودة التحقق بخطوتين، فيسبوك نفس النظام بتربطها، وأي حد حاول إنه يدخل على حسابك ونجح مثلا، ساعتها هيبعت مسج على الرقم هيقول لك دخل لي كود التحقق، وهنا مش هيعرف يوصل لكود التحقق إلا لو أنت اديته له. هنا بقى إيه اللي انت ما ينفعش تعمله، ودي بقى حاجات اللي انت ما ينفعش تعملها خالص. لو دخلت على اي موقع انت ما تعرفوش وطلب منك انت تدخل كلمة مرور لحساب معين، هو هتعمل كده، لان طبعا هو بياخد اصلا موقعك على سيرفرات تانية، ودي الصفحات المزورة اللي احنا اتفقنا عليها او اللي احنا شرحناها اصلا في اول الفيديو. تمام. فاوعى تدخل كلمة المرور بتاعتك او الباسورد في اي موقع انت مش واثق فيه. وهنا برضو حاجة ما ينفعش تعملها خالص، وهي ان انت تحمل ملفات من مصدر مش معروف. يعني تلاقي لينك على الواتساب اتبعت لك بيقول لك الحق ده برنامج مثلا واتساب المميز، تطبيق هيديك جوائز مش عارف عشان تكسب ايه، اي حاجة. اوعى تخش تحمل اي تطبيق او ابلكيشن من موقع انت ما تعرفوش اصلا او مش مصدر معروف. عايز تحمل ابلكيشن، حمله من متجر جوجل بلاي او من المتاجر المعروفة او من اي مكان انت واثق فيه، او من شخص انت واثق فيه فعلا وانت متاكد ان هو مش هيأذيك، او اتاكد من صلاحيات الابليكيشن، ان الابليكيشن مش واخد صلاحيات ان هي تهددك او تاخد معلوماتك او تتحكم في جهازك اصلا. وهنا طبعا المشكلة اللي ناس كتير وقعت فيها ان انت تصدق اي عرض او جوائز بسهولة. يعني فجأة تبقى فاتح الفيسبوك لا بيقول لك مبروك كسبت ايفون، مبروك كسبت شاشة، مبروك كسبت ايه. اوعى تصدق اي حاجة من الحاجات دي، لان كل ده طبعا نصب اصلا. مين هيديك ايفون مثلا 17 برو ماكس ابو 120 الف جنيه هيدولك كده عشان انت كسبته؟ يعني مفيش الكلام ده اصلا. تمام. فاوعى تصدق اي حاجة من الحاجات دي عشان مصلحتك. اوعى تضغط على روابط من ناس غريبة. يعني لقيت حد بيبعت لك على الواتساب فجأة كده، ابعت املى البيانات دي، خش على الرابط املى البيانات، او ابعت لي بياناتك، او خش هنا عشان تسجل، او الرابط ده تخش عليه لقيته في كومنتات، او لقيته حد بعتلك على الواتساب، ماسنجر، تليجرام، في اي حتة. اوعى تخش على اي رابط انت اصلا مش واثق فيه. يعني كده كده زي ما قلت لك مش هيحصل لك اي حاجة غير حاجات بسيطة. ممكن ياخد نسبة البطارية بتاعتك، ممكن ياخد حاجات عادي اي موقع ممكن ياخدها، تمام، بتاع الجهاز بتاعك. بس انت برضو زيادة امان ليك ما ينفعش تخش على اي رابط لان محدش عارف اللي فيها ايه. تمام. فانا زي ما قلت لك زيادة امان ليك ان انت بتخش على رابط انت مش واثق فيها، لان هو كده مش هيقدر يعمل معاك حاجة غير لو كان في ثغرة في جهازك اصلا، او لو انت اديته صلاحيات، او لو انت اديته البيانات بتاع الصفحات المزورة اللي احنا اتفقنا عليها. فاوعى تعمل اي حاجة من الحاجات دي. طبعا لو كنت هديك نصيحة أقول لك خليك دايما عندك شك بسيط. أي حاجة فيها استعجال أو خوف غالبا نصب، والأمن بيبدأ منك أنت. يعني أنت اللي بتحمي نفسك، أنت الأمان، محدش هيجي يحميك. ما تخليش بياناتك تبقى سهلة لأي حد، حاول تحافظ على بياناتك، متديش بياناتك لأي حد. وما تخافش مثلا من ده انت حسابك اتحظر، ده انت الحق حمل مش عارف ايه، مبروك كسبت ايه. كل الحاجات دي كلها وهمية. اتأكد الأول من المصدر، وتأكد من حاجة عشان بعد كده ما تندمش بعدين. يعني مش بقولك ان مثلا الحق حسابك اتحذر ده يبقى فعلا ما اتحذرش، لا، ممكن يكون فعلا مثلا جوجل بعتت لك ايميل ان حسابك اتحذر، فساعتها ممكن يكون اتحذر. اتأكد من كل حاجة بتعملها وخليك واثق. ولو انت مش فاهم اسأل ناس فاهمة يساعدوك احسن، من غير ما تأذي نفسك او تندم بعدين، لان ده اذية انا بشوفها كده بصراحة. وبس كده. طبعا لو الفيديو فادك اعمل لايك واشترك علشان اقدم لك كل محتوى جديد. وما تنساش تكتب كومنت تقول لنا رأيك فيه واللايك. وبس كده.